ايه الاخبار؟ بقالي كتير ما صورتش فيديوهات طويله شويه، فلو اني بقطع كده. بس الفيديو بتاع النهارده كان لازم اصوره لان لقيت برنامج مهم، وبجد هو خطير في كل الامكانيات اللي موجوده فيه والادوات. هو اولا في انتي فيروس داخلي جواه، مش محتاج تحمل برنامج لوحده. في نفس الوقت بيعمل سكان على الجهاز وبيفضي لك مساحه، بيحسن من اداء الجهاز، بيعمل حاجات كتير قوي. فهو مالتي فانكشن برنامج، يعني بيوفر عليك حاجات كتير. وبدل ما تحمل برنامج للانتي فيروس لوحده وبرنامج لتنظيف الجهاز لوحده، فانت تقدر تستخدم البرنامج ده. لان فعلا البرنامج يعني انا شخصيا استخدمته فتره حلوه، وحسيت ان هو فرق في جهازي وفرق في المساحه وفرق في كذا حاجه. فيلا بينا نخش في موضوع الفيديو. ودلوقتي بقى هوريكم البرنامج اللي انا عمال اتكلم عليه بقى لي فتره في الانترو، وقعدت طولت فيه قوي. فدلوقتي البرنامج هو Advanced System Care. البرنامج ده انت تقدر من عليه تعمل كويك سكان للجهاز، فول سكان، وممكن تحدد الحته اللي انت عايز تعمل عليها سكان للفيروس. يعني لو انت شاك ان الحته دي عليها فيروس، او الفايل اللي انت حملته دوت ممكن يكون عليه فيروس او الكلام ده، فانت تقدر تعمل له سكان، وبيعمل سكان دقيق جدا. يعني انا عملت سكان بالبرنامج ده، وبعد كده عملت سكان بالانتي فيروس، فطلعت يعتبر نفس النتائج اللي جت هنا هي اللي جت هنا. فده كان بالنسبه لي بصراحه يعني حاجه كويسه جدا، لان وفر عليا ان انا بدل ما احمل انتي فيروس، لا انا هستخدم برنامج واحد يعمل لي الحاجتين، وفي نفس الوقت مش هياخد مساحه كبيره. فزي ما بقول لكم كده، احنا نقدر نعمل عليه كويك سكان زي ما احنا شايفين، وهيعمل لنا سكان على الجهاز زي اي انتي فيروس احنا بنحمله عادي. هنسيبه يحمل براحته، وبعد كده نرجع تاني. وبرده من ضمن الحاجات الجميله اللي موجوده في الجهاز، ان انت مثلا لو مش فاضي وعايز تعمل سكان بسرعه وتكمل شغلك عادي، ان انت ممكن تدوس على اوتوماتيكلي فيكس ديت، وهتلاقي الجهاز تلقائيا بعد ما عمل سكان على الجهاز لو لقى اي ملف فيه اي مشكله او اي حاجه، هتلاقيه جايب لك ان هو حل المشكله. بس هو هيوري لك ان الملف ده كان فيه مشكله، وان هو دلوقتي مثلا مسح الملف ده او حطه في الحجر يعتبر اللي هو بتاع الانتي فيروس، بحيث ان هو ما ياثرش على الجهاز بتاعك. دلوقتي بعد ما خلص الكويك سكان اللي احنا عملناه، هو جاب لنا ان مفيش اي فيروسات او اي مشكله في اي ملف. فانا بالنسبه لي انا ما بنصحش بصراحه بالكويك سكان. طالما انت مثلا عايز تعمل سكان على جهازك او الكلام ده، انا شايف ان انت تعمل فول سكان او تعمل التارجت سكان، بحيث ان انت تطمن على جهازك، ويعني اللي هو ايه، تبقى مطمن على كل حته في جهازك. انا شخصيا بعمل يوم كامل بقعد انضف فيه الجهاز، اتشيك على الملفات اللي موجوده عليه، الحاجات دي كلها، بحيث ان انا اكون مطمن على جهازي وعلى كل الملفات ان هي تمام، عشان ما ابوظش شغلي او اي حاجه تبوظ جهاز. تاني واهم ميزه في البرنامج، ويمكن ديت اهم حاجه شدتني ليه وخليتني اعمل الفيديو ده عشانه، وهي فكره الكير. انت هنا تقدر تعمل سكان لكل حاجه، يعني كل الملفات اللي متقله جهازك، الجانك فايلز، البرايفسي، كل حاجه بتعمل عليها سكان، بحيث ان انت لو عندك حاجه واخده مساحه ملهاش لازمه او الكلام ده كله، انت ممكن تمسحها. ممكن يتشيك على الثغرات الموجوده في جهازك ويقول لك ديت مثلا ممكن تؤدي ان انت جهازك يخترق، الكلام ده كله. فدي بالنسبه لي اهم ميزه ميزه البرنامج دوت، ان انا ما لقيتهاش في اي برنامج تاني، ان هو يعمل سكان بالشكل ده بالطريقه دي. يعني دي ما لقيتهاش بصراحه في اي برنامج تاني. وبعد ما دوسنا سكان، هو دلوقتي بيعمل سكان على كل الملفات اللي موجوده على الجهاز، سواء الملفات الخاصه او اي حاجه، بحيث ان هو يشوف لو فيها اي مشكله او حاجات زياده ملهاش اي لازمه، فهيقول لك تمسحها او الكلام ده. زي ما احنا شايفين، يعني عندنا مثلا الجانك فايلز، الشورت كاتس اللي ملهاش اي لازمه، الحاجات ديت هي ديت من الحاجات اللي انت ممكن ما تبقاش عارف تمسحها، او ما تبقاش عارف ان هي بتتمسح مثلا والكلام ده، فهو هيمسحها لك او هيجيب لك ان انت تنظفها، بحيث ان الجهاز يوفر مساحه في نفس الوقت، يبقى اسرع واخف وتاخد منه احسن اداء. ومن ضمن برضو الحاجات المهمه والحاجات الحلوه اللي موجوده فيه، ان انت ممكن تعمل سكيب لاي بروسيس موجوده هنا. يعني انت ممكن تعمل سكيب مثلا للريجستري انتريز ديت، هدوس سكيب فهو هيسكيبها على طول، بحيث ان انت لو عايز توفر وقت او الكلام ده، انت ممكن تعمل سكيب على اي حاجه من دول. فدلوقتي هنسيب الجهاز ياخد وقته، وبعد كده هنرجع تاني. ودلوقتي بعد ما البرنامج خلص عندنا السكان ديت، كانت النتيجه بتاعته بيقول لنا ان في 200 ميجا او 210 ميجا هم مستخدمين مالهمش لازمه، وان انت ممكن تعمل لهم كلين بحيث ان انت تاخد اداء احسن من الجهاز بتاعك. فانا دلوقتي هدوس عليهم فيكس، وهنلاقي الجهاز حل المشكله كلها. هو هنا طبعا ما عملش ال 200 كلهم، لان انا فاتح كروم، يعني انا بستخدم كروم دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، فكروم واخد مساحه ومش هيقدر يمسح الا لما اقفله. فانا مش عايز اقفله دلوقتي، لما اخلص هبقى اقفله. بس المهم يعني ان البرنامج فعلا بيعمل كلين لاي ملفات ملهاش لازمه،
تستخدمها او اي حاجه يعني بتحسن من الجهاز بتاعك. تالت ميزه موجوده في البرنامج برضو هي فكره السبيد اب، ان انت تقدر من هنا تحسن من اداء جهازك جدا. يعني انت عندك التيربو بوست دوت انت لازم تفعلها اول ما تشغل جهازك، بحيث ان هي دي بقى بتعمل كلين اب يعني باستمرار. فدي من المميزات اللي موجوده والحلوه جدا جدا جدا. تقدر برضو تعمل اوبتمايز للستارت اب، يعني ان انت وانت بتشغل الجهاز يشتغل بسرعه، ما ياخدش وقت طويل والكلام ده. وانت لو نزلت البرنامج هتلاقيه اول ما بتشغل الجهاز بتاعك بيقول لك ان الجهاز بتاعك اشتغل في الوقت ده. يعني هبقى اخد لكم سكرين للشاشه وهي عامله لي الوقت اللي اشتغل جهازي فيه. فدي برضو كانت من الحاجات الكويسه اللي بتخليني الاحظ لو جهازي فيه مشكله او الكلام ده كله. برضو في عندنا الاداه ديت وهي بتحسن من اداء الهاردوير بحيث ان هو يبقى احسن والمساحه تبقى مستخدمه بشكل احسن. ومن المميزات برضو الحلوه هي ريل تايم تيون اب، ان انت تقدر تحسن البرفورمانس لو هو حاسس ان البرفورمانس بتاع جهازك مش حلو او ان هو الجهاز بطيء، اداؤه مش احسن حاجه معاك او في اي مشكله، هو بيحسن من اداء الجهاز تلقائيا. وبرضو ممكن تعمل الاوتو رام كلين بحيث ان هو ينظف الكاش اللي موجود على الرام على طول. برضو من الحاجات المهمه جدا اللي موجوده في البرنامج دوت هي فكره السوفت وير ابديتر، ان هو بيحدث البرامج اللي على جهازك اللي محتاجه تحديث. يعني هو لو شاف ان في برنامج على جهازك محتاج تحديث هينزله تلقائيا والجهاز شغال من غير ما بقى ما تخش تعمل له انت ابديت وتعمل لكل برنامج لوحده ابديت والكلام ده كله. لا، هو بيشوف ان لو في برنامج محتاج ابديت او لو في ابديت نزل لاي برنامج بيجيب لك على طول وبيقول لك ان البرنامج ده محتاج ابديت. وفي الاكشن سنتر هتلاقي مجموعه البرامج اللي مرتبطه بالبرنامج دوت. يعني عندك سكرين ريكوردر ممكن تسجل بيه الشاشه الكلام ده كله، وفي برضه برنامج بيقرا البي دي افات، في برنامج بيشوف المالوير الكلام ده كله. فالبرنامج حرفيا بيقدم لك مميزات رهيبه على برنامج صغير. حرفيا هو متكامل، يعني برنامج متكامل ومفيد جدا للجهاز بتاعك سواء في الحمايه بتاعته او ان هو يحسن من ادائه او الكلام ده كله. وفي ميزه كمان انا بعد ما قفلت فيديو اكتشفت ان انا نسيت اصورها، وبصراحه هي تستحق ان الواحد يصورها ويوريها لكم، وهي الاداه اللي موجوده على الهوم سكرين دي. انت عن طريق الاداه ديت ممكن تحسن استخدام الرام وانت مشغل الجهاز وفي نفس الوقت السي بي يو عن طريق ان انت هتدوس على علامه الصاروخ ديت، فهتلاقي ان هي بدات تحسن الاستخدام وبدات تحسن من الاداء بتاعها، وهتلاقيها فضت لك مساحه كبيره من الرام والسي بي يو بحيث ان انت تستخدمهم وتاخد منهم احسن اداء. وبس كده، استنوا بقى الفيديو الجاي هوريكم ازاي تحملوا نسخه الالتيميت اللي انا محملها بحيث ان انتوا تاخدوا كل المميزات ديت، وهوريكم ازاي تحملوا البرنامج اصلا لان هو ما بيتحملش لوحده، هو بيتحمل عن طريق برنامج تاني. فالفيديو الجاي اللي هنزله ان شاء الله هيكون عن ازاي تحملوا البرنامج وازاي تحملوا النسخه الالتيميت اللي معايا. وبس كده، ما تنسوش بقى اللايك والفولو عشان يوصل لكم كل جديد.